كأني انا شفت الويل. بصراحة انا بجد شفت الويل. من حظي ان كان ابن عمي من ضمنهم، سألني مالك في ايه. حكيت لهم اللي حصل وكلهم كانوا مصدومين. طلبوا نفتح باب العربية ونشوف لو في دم، بس ساعتها ما لقيناش اي حاجة. وواحد منهم راح جه وقال لي بص، ده الشبح اللي بنسميه الغولة، بيظهر للناس اللي بتسافر لوحدهم خصوصا في الطريق ده. قالوا ان كمان الكائن ده معروف من زمان، من ايام اجدادهم نفسهم كانوا بيحكي لهم عن الكائن الغريب ده، بس بقاله سنين كتير ما بيظهرش. كان بيقول لي ان هم كانوا فاكرين ان دي خرافة، بس بعد ما انا حكيت لهم اللي حصل ده حرفيا هم غيروا رأيهم. تاني يوم حكايتي انتشرت زي النار، وكبار السن اللي في البلد اكدولي ان الشبح ده معروف من التلاتينات والاربعينات، ودايما بيخوف الناس اللي بتكون ماشية لوحدها. والاغرب ان هو بيظهر بنفس الجاكيت العسكري ومحدش